السلام، مرحبا بكم في القناه ديالي شهوة سوكيش. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم طاجين ديال اللحم بالقرعه والجلبانه، كيجي زوين بزاف وما تشبعوش منه. رافقته هكا بالعصير ديال البامبليموس. نخليكم دابا ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال الطاجين كنحتاج اللحم البقري اللي كيبقى على حسب عدد الاشخاص. انا هنا تقريبا درت كيلو الا ربع. عندي نص كاس ديال الزيت نباتيه مع كيلو ديال القرعه الخضر اللي كتكون مكوره، كنكون غسلتها مزيان ونقيتها. زلافه ديال الجلبانه، 4 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. كنحتاج كذلك 2 بصلات خضاريات اللي كنكون قطعتهم طوال. وفي العطريه عندي معلقه صغيره ديال الملح مع 2 فصوص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال سكينجبير، نص معلقه صغيره ديال البزار، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. كناخذ الطاجين كندير فيه اللحم هو الاول. هنا بالنسبه للحم تقدروا تستعملوا حتى الملح، حتى هو كيجي زوين في هذا الطاجين هذا. غادي نزيد عليه البصله، كنزيدها كامله. من بعد غادي نزيد الثومه اللي كتكون قطعه غير طويله وكنزيدها في الجوانب ديال الطاجين. تقدروا تزيدوها حتى محكوكه كتجي مزيانه. من بعد غادي نضيف العطريه كامله اللي عندي. كنضيف كذلك كاس لاروب ديال الماء عادي خديته غير من روبيني، القياس اللي غادي تقلى ليا فيه اللحم والبصله. من بعد كنضيف كذلك القزبر ومعدنوس وكنخليه شويه على قبل التزيين. من بعد كناخذ مقله ثقيله كنشعل عليها تسخن مزيان من قبل، وكنحط من فوق منها الطاجين وكنخليه كيتقلى على عافيه عاديه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا اللحم بعد ما بدا كيتقلى، تنشحر هكا المكونات واحد شويه مع بعضياتهم وكنقلب اللحم باش كيتقلى على الجهه الاخرى وكيتشرب العطريه اللي درت فيه، وكنخليه كيتقلى على عافيه عاديه. غادي نزيد دابا الزيت نباتيه، صافي وغادي نخلي هاد المكونات عاوتاني كيتقلاو مع بعضياتهم مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا معايا اللحم صافي من بعد ما تقلى كيجي على هاد الشكل هذا. غادي نزيد دابا تقريبا الماء طيب القياس اللي غادي نضيف فيه اللحم مع الخضره. صافي غادي نبدا نستف دابا في القرعه في الطاجين. كنضيف كذلك الجلبانه كنزيدها في الوسط. من بعد غادي نزيد القزبر والمعدنوس اللي خليته على قبل التزيين. صافي من بعد غادي نزيد مطيشه اللي كنكون نقيتها وحيدت لها الجله اللي كتكون فيها وحيدت لها الزرع اللي كتكون فيها وقطعتها مربعات صغار. كنزين بها حتى هي الطاجين. كنضيف كذلك 2 فلفلات حارين. صافي غادي نسد على دابا على الطاجين ونخليه كيطيب على خاطرو. كيف ما كتشوفوا معايا دابا الطاجين بعد ما قرب يطيب كنحل عليه تنقلب القرعه كنشوفها حتى هي فين وصلت في الطياب، وكنبدا نسقب في الطاجين من الفوق باش كتجيني حتى الجلبانه مطيشه بنان بالعطريه وبالمكونات اللي درت في الطاجين. صافي دابا غادي نسد عليه ونخليه كيكمل في الطياب. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وإلا عجباتكم جربتوها ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير، وما تنساوش تقولوا لي شنو تبغيوني نشارك معكم في الفيديو الجايين وشنو هما الوصفات السهلين اللي تبغيو تشوفوا الطريقه ديالي في التحضير ديالهم. نخليكم دابا ان شاء الله مع النهايه ديال الفيديو بالصحه والراحه.